خايف تبدأ مشروع، خايف تبدأ علاقة، خايف تجرب حاجة جديدة، حاسس انك عطلان في الدنيا ومتضايق. خليني اقولك ان الخوف ده شعور طبيعي كلنا كبني ادمين لازم نحس بيه. الخوف شعور ضروري للبقاء. المشكلة بتظهر لما الخوف بيتحول إلى شيء مسيطر على حياتي. الخوف دوره الأساسي إنه يكون مرشد ليا، ينبهني إن دي حاجة خطر، الحاجة دي فيها مخاطرة، فلو قدمتي عليها يبقى في حرص. أكتر من كده الحياة هتبوظ. علشان كده احنا لما بنعطل في الدنيا بسبب الخوف بنكتئب وبنزعل وبنحس ان احنا مش قادرين نعمل حاجة ليها قيمة في الحياة. محتاجة اتعامل مع الخوف زي ما بتعامل بالظبط مع الكلاب الضالة اللي في الشارع. قالوا لنا كده ان لو شفت كلب في الشارع اوعى تطلع تجري منه لانه هيطلع يجري وراك. فلو شفت حاجة انا عايزة اجربها او اقدم عليها او اعملها وخفت منها ورجعت خطوتين 3 لورا، الخوف منها هيكبر، الفكرة عمرها ما هتختفي وعمري ما هقدر اخد ناحيتها اي خطوة، فبالتالي انا على طول بقيت زعلان ومتضايق. لما تخاف من حاجة خد ناحيتها ولو ربع خطوة صغيرة. مع الوقت ومع ان انت عمال تجرب تقرب بالراحة الخوف هيبدأ يقل لحد ما يتراجع تماما وتلاقي نفسك حققت حلمك بأقل مجهود. في حاجة كمان محتاجة اقولك عليها، الخوف من بكرة طبيعي جدا ان انت تبقى حاسس ناحيته بغموض، بس الغموض ده لذيذ. عارف ليه؟ لان احنا ربنا ادانا سلاح اسمه حسن الظن بالله. ازاي تخاف وانت معاك حسن الظن بالله؟ مهما كنت قلقان، مهما كنت خايف، مهما كنت حاسس انك محتاج تطمن، مش هتطمن غير لما تربط خطواتك ويقينك بحسن الظن بالله. احنا كبني ادمين عشان خايفين طول الوقت بندور على اي حاجه تطمنا، ففاكرين ان انا لما احاول اتحكم واخد كل حاجه تحت ايدي انا كده بقيت مطمن. الحقيقه لا، لانه لا فاعل في الكون الا الله. فلازم انت كانسان تؤمن بانسانيتك، ببشريتك، بحدودك البسيطه جدا، وتعرف ان انت مش هتعرف تنفذ لنفسك كل حاجه انت عايزها. ولكن لو معاك سلاح حسن الظن بالله هتبدا تستقبل الحياه وهي ماشيه عكس التيار اللي انت متوقعه بلطف، بسلام، بهدوء. ودي من نعمه ربنا عليك. طول ما انت محسن الظن بالله متوكل عليه، عيش الحياه وسيبها على الله وعيشها زي الفل.